تقول صاحبة القصة: في يوم من الأيام كنت جالسة عادي، جات أمي وقالت لي إن خالتي بتيجي تخطبني لولدها. طبعا هي مو خالتي، يعني هي وأمي بنات خالة، لكن احتراما أناديها خالة. المهم جو خطبوني وأنا رحت وصليت استخارة والحمد لله ارتحت، وكان عندي شرط إني أكمل دراستي. وافقوا الحمد لله، تمت الخطوبة. والشوفة الشرعية لا أحكي لكم، كانت عبارة عن كمية توتر مو طبيعية، ولما شفتها حسيت بشي غريب لكني تجاهلت. كان كل شوية يمسك جواله، يعني في شيء غريب في الموضوع. جاء وقت الزواج، اتزوجنا الحمد لله، خلاص ودعت أهلي، بكيت بكوا وانتهينا. رحنا الفندق، وصلنا الفندق وكان طول الوقت برضو جالس على جواله. أنا استغربت، يعني ألو ترانا متزوجين، تزوجنا، طالع فيني قل لي كلمة. طنشت، رحت بدلت، تروشت، حطيت راسي ونمت، وهو طول الوقت على الجوال ويضحك. أنا انزعجت، ما انزعجت إنه ساحب علي، لا انزعجت من الجوال ونور وإضاءة وقلت لها بكل هدوء: إذا ما تبغى تنام اطلع برا. وهذه الجملة متعودة أقولها لأي شخص يزعجني وأنا أبغى أنام، بس انصدمت إنه عصب مني مع إني قلتها بكل هدوء. قال: من تحسبين نفسك؟ ترى أنا اللي حاجز الغرفة. وقام اتفلت علي. صدمت، أنا ما توقعت إنه يعصب كذا. يمكن اللي قلته غلط، لكن ليه العصبية هذه كلها؟ أنا صح إني إنسان عصبية، لكني مسكت نفسي لا أنفجر عليه، لأني بالعربي أبغى أنام ومالي خلق أعور راسي. خليته يتكلم زي ما يبغى، سكت ونمت. يمكن مضغوط من حاجة أو شيء. ثاني يوم الصباح رحنا عند أهالينا وودعناهم، ورحنا لشهر العسل. وإحنا في الطريق للمطار أعتذر مني على تصرفه أمس، وإنه كان شوية متوتر ومنضغط، وأنا تفهمت وسامحته. ومر شهر العسل ونفس الوضع، ماسك جواله وأحسه مو طايقني. مر شهر، شهرين على نفس الموال، ما قدرت أتحمل. وقتها كنت جالسة أدرس، عندي اختبار في الجامعة، لكن موضوعه كان شاغل بالي. إيش فيه؟ رحت أبغى أكلمه، لكنه كان بدورة المياه وجواله يشحن. وجت رسالة من الانستغرام وأنا تلقفت. أعرف إنه تصرف خطأ، لكن بعرف أي شيء. الجوال وفكيته. تعرفون كيف عرفت الرمز؟ 24 ساعة يكلم جنبي وأنا نايمة، فألقط ما في إلا إضاءة الجوال، فأشوفه لما يفك الجوال، وأنا حفظت الرمز أصلا. المهم فكيت الجوال، وكانت الصدمة المتوقعة. شفت شعار رسالة من الانستا، لكن ما فتحتها، بس كان مكتوب يعني باين: وينك كل هذا تتروش؟ وواضح طبعا من صورة واسم الحساب إنها بنت. قفلت الجوال بسرعة ورجعت للمكتب عشان أكمل دراستي. ما أنهرت، لكن قلبي كان يعورني. كملت دراستي، خلصت، رحت أنام. يعني الآن في بالكم تحسبوني سكت عشان أحبه وما بأخسره؟ لا 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 لا، بس أنا أبغى أعرف لوين بيوصل، وليش قبل فيني إذا يحب واحدة ويكلم غيري. باختصار الشهور شهر ورا شهر إلى ما كملنا سنة. وفي هذه السنة اكتشفت إنه يكلم هذه البنت من قبل ما نتزوج، لكن خالتي اللي هي أمه أجبرته إنه يتزوجني، مع إنها عارفة إنه هو ما يحب. إنه والله لو عاد أشوفك تكلمها قدامي لأقوم الدنيا وأقعدها. قال لي: أنت مصدقة نفسك ليه؟ أنت تدريني أنا ما أبغاك أصلا. قلت أنا ما يهمني بحريقة، بس ما تتمادى وتهيني عشان ساكتت لك. للأمانة انقهرت من كلامه مرة، لكن بينت إنه ما يهمني، لكنه كان يتحاشى المشاكل، ما يبغى يخرب على نفسه. طبعا زوجته إيش تصير؟ زوجته تصير صديقة أخته، وللأمانة أنا قد شفتها ما شاء الله مرة جميلة. طبعا أخته كانت دايما دوبها من دوبي، ودايما تقارني فيها، وللأمانة أنا كنت أطنشها لأني كنت أشوفها سفيهة عقل. طبعا بعد ما مرت 6 شهور وأنا لسه بنت، حسيت أنا طفح الكيل، أو بالأصح حسيت إني فعلا قاعدة أنهان أكثر وأكثر. لكن كل ما أتذكر عيشتي قبل في بيت جدتي أقول: لا تخربين على نفسك يا بنت، خلاص عيشي وطنشي. لكن ما قدرت، في شيء هنا يحرقني. رحت عند أمه، ما قدرت أمسك نفسي، رحت عند أمه وقلت لها كل حاجة. للأمانة أمه وقتها انصدمت، راحت تكلمه، قالت له جملة واحدة: والله لو ما تعاملها كزوجة لا أنا أمك ولا أعرفك. صارت بينهم مشادة في الكلام. طلع من عند أمه وهو معصب، جاء عندي الغرفة وهو خلاص واصلة حده، وتوقعت إني أنا باخذ لي من الطيب نصيب، لكنه سكت وما قال شيء. توقعت إنه بيجرحني بالكلام، لكن شكله تذكر تهديد أمه ومشى الوضع. بعد 8 شهور جاء عندي في يوم من الأيام، وكان متضايق مرة متضايق من بداية اليوم وهو عندي، وهذه ما هي من عوايده. يعني بالعادة يجي عندي بس وقت النوم. للأمانة ما أعطيته اهتمام ولا اهتميت له. جلس عندي أسبوع ما يطلع ولا يروح لزوجته الثانية ولا يكلمها. يعني الوضع غريب لي، لكني ما سألت.
وكان باين عليه التعب. بعدها عرفت إنه طلقها واستغربت، لأني ببساطة أعرف إنه يحبها ويموت فيها، ما أبالغ، فعلا يموت فيها، يعشقها. طبعا أنا ما سألته ولا سألته عن السبب ولا أي حاجة، لكن أمه قالت لي إن كشفها الله يستر عليها تكلم شباب وأوقات تقابلهم. للأمانة ما توقعت السبب قوي لهذه الدرجة. هو جلس أسبوعين تعبان طايح على الفراش، ما يتحرك أبدا، ما يطلع من الغرفة، حالته كانت يرثى لها. أمه جات عندي وكلمتني وقالت تكفين يا بنتي، تكفين، انتبهي له، اجلسي معاه، تكفين. للأمانة كنت مستصعبة الموضوع لأن ما في بيني وبينه أي تواصل، لكن ما أنكر إني أشفقت عليه وحسيت إنه فعلا يحتاج مساعدة. صرت أجهز له الأكل وأحاول إني أسولف معاه، لكن بعدين أنفجر علي. جيت أبغى أعطيه صينية الأكل، لكن رمى الصينية وطيح الأكل في الأرض وقال لي أنت إيش تبغين؟ تبغين تستغلين الوضع؟ تبغيني ألتفت لك؟ أنفلت علي، قال كلام جارح، كلام ما ينقال. شلت بعضي وطلعت من الغرفة، رحت السطح، حاولت أمسك نفسي لكن ما قدرت، انفجرت ببكاء، أحاول أكتم نفسي، ما أبغى أحد يسمعني، وبالأصح هو ما أبغى يسمعني. بعدها حرمت إني ما أقرب منه، والله لو كان يموت قدامي. مر شهر، بعدها جت فترة المرض اللي انتشر. زوجي كان يداوم كل يوم حتى مع أوقات الحجر. بعدها انصاب وطاح على الفراش وأنا ما كنت أدري. طبعا هو كان يدري إنه انصاب وما قال لي، بس قال لي لا تطلعين من الغرفة. بعدين عرفت إنه انصاب، حاولت أوقف معاه لكن ما أعطاني مجال، بعدين سحبت عليه مع إنه كان يحزني مرة، فعلا كان تعبان. جيت شفته نايم من غير أي حركة، بدأ الخوف يتسلل قلبي. جلست أناديه يا فلان، يهوه ما يرد علي. حاولت أصحيه أدفه، أبدا مو قاعد يصحى. جالسة أهز فيه يا آدمي اصحى، ما كان يقوم. وقتها شفت حرارته نار. أنا كنت أخاف من طاري الموت، خلاص صارت فيني عقدة من بعد وفاة أهلي. جلست أصيح وأصارخ، رحت للحمام على طول، أخذ موية في يدي وأرجع أرشه. لو تشوفون وضعي تقولون هذه ما هي صاحية، خلاص تملكني الخوف. طبعا رايحة راجعة على الحمام، رايحة راجعة لين صحى. أول ما شفته فتح عيونه وصحت عليه وقلت الآن تروح المستشفى، أنت خلاص بتموت بتموت. جلست أبكي، سحبته بقوة ووديته الحمام. دخلته الحمام وفتحت الدش عليه، كان الآدمي نار نار، يمشي جمرة تمشي. بعد الشاور صح شوية، أول ما طالع من الحمام لقاني في وجهه وقلت الآن تروح المستشفى. طبعا أكلمه وأنا أبكي، طبعا هو يطالع فيني علامات استفهام وتعجب، مستغرب، وأنا كنت أصارخ عليه. طبعا أتوقع بعد كل ذا الصراخ مستحيل يرفض، قام ودق على السواق عشان يوديه المستشفى. طبعا بعدها أنا أصبت وتعبت تعب مو طبيعي. طبعا لاحظت إنه قاعد يهتم فيني وكل شوية يقيس حرارتي ويسوي لي كمادات. أحيانا يفز من نومه، متخيلين يفز من نومه عشان يقيس حرارتي. ما أخفيكم إني كنت أبكي لا شعوريا من تصرفه. بالعربي أول مرة أحس بحنان أحد علي. طبعا الحمد لله تعافيت وجلسنا محجورين قرابة الشهر، لأن أهله كمان جتهم إصابة وإحنا خلاص تعافينا فانحجرنا إحنا، فجلسنا في غرفتنا والأكل يوصلنا وكل حاجة كويسة. طبعا خلاص طفشنا طفش مو طبيعي. فجأة طلع لعبة من الدرج وقال اسمعي تعالي نلعب. طبعا من الطفش ما في أي مجال إني أرفض، جلست وجلسنا نلعب وجلسنا نسولف. طبعا أنا من نوع الأشخاص إذا سولف يتحمس بالسوالف، ما عاد يسكت بالعربي. طبعا أنا نسيت نفسي وقاعدة أسولف ومتحمسة، وهو فتح لي الباب، يعني فتح لي باب السوالف وأنا انطلقت. ما في مين يقول لي هدي يا بنت. طبعا وأنا أسولف لاحظت إنه يطالع فيني ويضحك. بعدها استوعبت وسكت كذا على طول. ما أدري ليش حسيت إني تفشلت من نفسي. قال لي كملي لا تسكتين، سولفي معايا سولفي. طالعت فيه وأنا كذا مستغربة، توقعت إنه بينقد علي. مشت الأيام وصرنا نقضي وقت مع بعض أكثر، نتابع أفلام، نلعب سوا، نسوي رياضة، نسوي أي شيء. للأمانة حسيت هذاك الشهر أجمل شهر في حياتي. مشت الأيام وخلص الحجر وحسيت إنه صار يعبرني وما صار يطلع كثير ويخليني. قلت له مرة إني أنا أبغى أسافر عند أختي، أبغى أشوفها، من زمان ما شفتها. قال لي وهو متردد لا خليها بعدين. قلت له والله هي من زمان تطلبني واستحيت أردها. قال خلاص بكيفك ورحت أنا جهزت أغراضي وحجزت على بكرة. طبعا قلت له إني أنا خلاص بكرة بمشي. ما أعطاني ردة فعل قوية، قال لي بس أوكي. نمت وصحينا الصباح، كملت أغراضي تبع السفر وقلت له خلاص أنا بكلم السواق عشان يوديني المطار. قال لا أنا بوديك. أنا استغربت منه لأني أعرف إنه عنده دوام. قلت طيب ودوامك؟ قال ما عليك أنا بوديك. حسيت إنه في شيء يبغى يقوله لكن ما ركزت على الموضوع. جيت لبست عبايتي، أتفاجأ فيه إنه قام حضني ويقول لي استودعتك الله. وقتها انصدمت، ايوه انصدمت، احنا مو زي اثنين متزوجين ووضعنا طبيعي، لا. حسيت بشعور غريب، للامانه حسيت انه ما ابغى اروح، ابغى اجلس معاه، لكن مشيت عشان اختي ما تلعن خيري. المهم رحت معاه ووصلني المطار وطول الوقت هو يوصيني انتبهي على نفسك ومن هذا الكلام.
الكلام. ولما كنت عند أختي كل شوية يكلمني ويطمن ويرسل لي متى ترجعين. بعد ما رجعت من عند أختي استقبلني في المطار، وبس رجعنا البيت انصدمت من التغيير اللي صاير في الجناح حقي. طالع في كل شيء وأنا مبتسمة. هو يسألني يقول ها كيف أعجبك؟ وقتها ما قدرت أمسك نفسي، جلست فعلا أبكي. أول مرة أحس إني أنا مهمة ومحبوبة لأحد. جلست أبكي بكى أطفال. والحمد لله ربي رزقني بولد مثل القمر، وكل ما له حبنا يكبر أكثر وأكثر. انتهت القصة. الرأي الشخصي، مرة تجنن القصة يا صاحبة القصة، صبرتي ونلتي والله العظيم. الحمد لله أن حياتك تغيرت للأحسن، والله يخلي لك زوجك وولدك.